تشجع الارجنتين في المباراه اليوم؟ لا، انا من انصار كريستيانو رونالدو، فكنت جاي اشجع استراليا الصراحه. كنت اتمنى تكون تونس بدل استراليا. استراليا فريق ضعيف جدا، ومع ذلك الارجنتين ما ادتش احسن اداء. لكن ما اظن ان شاء الله المنتخب الهولندي هيكسب الارجنتين ان شاء الله. بس الارجنتين عانت اليوم، صحيح فازوا حتى اللحظات الاخيره كانوا تحت الضغط. ده اخر ثانيه في الماتش كان في جون هيدخل في الارجنتين. يعني الحارس عمل كده، بص لقاها في ايده من هنا كده. فيعني اصلا الارجنتين النهارده او في كاس العالم ده مش في احسن حالاتها، وما اظنش ان هي هتكسب هولندا. حتى لو كانت هولندا ضعيفه، ولكن ما اظنش ان الارجنتين هتكسبها. وعلى فكره استراليا فريق ضعيف جدا جدا جدا. يعني انا مش مصدق ان الارجنتين ما كسبتش النهارده 4 او 5. وكمان الماتش كان فيه جزء صغير من النديه. عيب نقول الارجنتين قصاد استراليا وكلمه نديه تتقال ما بينهم يعني. طيب حتى الان المنتخب اللي لفت انتباهك اقنعك فنيا؟ صراحه فرنسا، البرازيل، المنتخب المغربي. يعني المنتخب المغربي عندهم فرصه تاريخيه مش هتتكرر، كونهم بيلعبوا على ارضهم وفي وسط جمهورهم هنا في الدوحه، ان هم فعلا يحققوا نتيجه اعلى بكتير من اللي احنا بنطمح لها. اللي خلى كرواتيا السنه اللي في الكاس العالم اللي فات 2018 تكون في المركز الثاني، ليه ما يخليش المغرب على الاقل ان هي تصعد للنهائي؟ انا ظني ان المنتخب المغربي بالادوات اللي عنده، باللعيبه اللي عنده، بالمدرب الوطني اللي معاهم، بالجمهور اللي بيساندهم، يعني اللي اي فريق هيلاعب المغرب هنا في الدوحه هيعاني اشد معاناه بسبب الجمهور اللي موجود والضغط الجماهيري الصعب اللي هيكون على الفريق المنافس. فدي فرصه عظيمه للمنتخب المغربي والجيل ده ان هو يحقق نتيجه ايجابيه. تاني مره المنتخب المغربي يصعد لدور ال 16 من 1986، لكن نطمح ان هو يبقى عندنا بقى نقول في 2022 في الدوحه الجيل اللي كان موجود ان شاء الله صعد لدور الثمانيه والاربعه، وان شاء الله النهائي ان شاء الله. كيف شايف المونديال الان؟ بصراحه يعني انا حاسس ان انا بحلم. انا النهارده حضرت ماتشين في دور ال 16 في كاس العالم. صديقي هنا جاي من امريكا، بيقول لي ان هيبقى في ما بين الولايات تقريبا 7 ساعات سفر، فانت لو هتحضر ماتش واحد في المونديال القادم ده يبقى كتر خيرك. انا النهارده حضرت ماتشين في دور ال 16، قبل كده في واحده من دور المجموعات حضرت 3 ماتشات في الاول. وطبعا انا يعني عيب ان انا اقول رايي في النسخه الحاليه من التنظيم المبهر والاستادات العظيمه وكل حاجه هنا، يعني حاجه فعلا فوق الوهم وفوق الخيال. فالواحد مبسوط جدا بكل حاجه موجوده هنا. انا بحاول استمتع على قد ما اقدر بالنسخه اللي موجوده دي. طبعا يعني كمان ما ننساش ان دي نسخه عربيه على ارض عربيه، فبتمثلنا وبتمثل هويتنا. فاحنا حاسين بفخر كل العرب هنا حاسين بفخر شديد وفخر غير طبيعي ان النسخه ديت فعلا بتمثل العرب مش بتمثل قطر بس. حبيبي بارك الله فيك. اخيرا رساله لمشاهدي قناه عمان الرياضيه. يعني شعب عمان شعب طيب وشعب اصيل، وموجودين كتير قوي منهم هنا في الدوحه في كاس العالم ده. تحس ان هي كمان بلدهم. هي الدوحه جمعت كل العرب في خلال المونديال ده، وانا مبسوط ان انا عملت اول مره في حياتي اطلع على التلفزيون عماني. شكرا ليك. الله يخليك. شكرا سعيده بارك الله فيك. شكرا.